السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدا جدا. أنا اسمي أسماء علي، لو بتشوفوني لأول مرة يشرفني جدا متابعتكم ان شاء الله. انا كنت قلت لكم طبعا ان انا طلبت اوردر، وكنت مقرره ان انا هجيب فوم حجري يعني عشان اغير شويه في المطبخ. انا كنت عملت المطبخ وكان في شويه حاجات كده ناقصه، يعني من ضمنها كان الفوم الحجري. والصندوق اللي انتوا شفتوه في الاول ده اللي هو الشبك ده، انا جبته اصلا عشان لعب الولاد. انا لقيته سعره رخيص مش غالي يعني، والفازة الصغيرة دي برضو عاملة حوالي 10 جنيه. الجروب ده بيبيع حاجات رخيصة شوية يعني. وبرضو جبت المشاية دي عشان احطها قدام الشقة، دي نجيلة صناعي شكلها حلو. العيد قرب بقى وكده، وان شاء الله الفوم هيغير معانا الشكل خالص وهيبقى الشكل افضل بكتير. التغيير عامة بيخلي النفسية احسن، بيخلي المود احسن كده، وخصوصا بقى لو معظم وقفتك في المطبخ كده زي حالاتي. كل سنة وانتم طيبين، نعد علينا وعليكم كل خير يا رب، اللهم امين. هنا بقى انا كنت بحاول اشيل الحاجات دي عشان طبعا الزق الفوم. الفوم ده يا جماعة متر في متر، يعني متر طول ومتر عرض. انا بالنسبة لي العرض عندي طويل جدا والطول صغير مش كبير، يعني اقل من متر، اقل من المتر بكتير زي ما انتم شايفين كده. فانا هقص بقى. وميزة الفوم الحجري ان هو لما مهما قصيتي او كده ما بيبانش الفرق قوي، وتقدري تستخدمي بقيته مفيش مشكلة. بتشيلي بقى الورق اللي في ظهره ده. للاسف الكاميرا ما كانتش جايبه الجزء ده وانا بعمله، بس عادي يعني، مش باقي الفيديو هيكون ظاهر ان شاء الله. بيلزق بسهوله جدا وسهل جدا، وهو اصلا سميك وما شاء الله. لما تيجي تشيليه برضو تشيليه بسهوله، ما يعني ما بيعذبكيش ولا حاجه لو حبيتي تشيليه في اي وقت. وعامه هو بيستحمل وبيقعد وقت طويل جدا، عن تجارب ناس صحابي وعن تجارب اهلي مجربينه بجد حلو قوي. انا لسه اول مره اجربه عندي بصراحه، بس انا شايفه ان هو حلو. بشيل كده اول باول الورق، والمنطقه اللي انا بلزقها بشيل اول باول كده. كده شايفين بعد ما اتلزقت. هبدأ بقى اشيل كل الحاجات دي عشان اعرف اكمل باقي الجزء ده من المطبخ. هشيل ده برضو. طبعا انا بعد ما قصيت انا على قد المنطقة اللي انا هلزقها بالنسبة للطول يعني. ايوه كده، ببدأ الزقها كده جنب بعضها بحيث ان ميبقاش فيه فرق قوي يعني. بجد يستاهل التجربة يا جماعة، والله بجد مخلي شكل المطبخ مختلف جدا جدا جدا. فكرة ان المطبخ بقى يبقى فيه بقى مجات، ويبقى فيه السيراميك بتاع المطبخ، يبقى فيه الاشكال دي. انا بصراحة انا لو يرجع بيا الزمن هعمل السيراميك بتاع المطبخ هعمله سادة خالص. وشكل الفوم الحجري ده كمان نفس الشكل ده، نفس البروز دي ونفس الشكل ده، بصراحة عجبني قوي. السلام عليكم everyone. هو عامة اي حاجة سادة في الدهانات، في اي حاجة انت بتلعبي بعد كده براحتك بقى في الديكورات زي ما انت عايزة. انما بقى زمان بقى ما كانش فيه الوعي ده بصراحة، او انا بالتحديد ما كانش عندي الوعي ده.
بس ادينا بنعمل اي حاجة حتى لو بسيطة بتغير من الشكل العام شوية، وفي نفس الوقت بتخلي المود احسن يعني. وقصيت بقى على شكل قصيت بقى جنب المفتاح بتاع الكهرباء كده. وهنا بقى باقي الفوم اللي كان فاضل بدأت بقى ان انا استخدمه في المنطقة دي. وعلى فكرة ما شاء الله ما خدش مني وقت خالص، انا تقريبا عملته في حوالي نص ساعة، نص ساعة بالكتير قوي يعني كمان. كده باقي الجزء اللي فوق ده هبدأ برضو ان انا ايه، شايفين تقصي بسهولة جدا. هقص برضو هنا على حوالين المفتاح برضو كده. شايفين ما شاء الله. هنا بقى الجزء ده انا كنت سايباه للاخر على اساس ان انا لو اتبقى مني فوم هكمل، ما اتبقاش مني هكتفي بالجزء ده. بس الحمد لله هو اتبقى منه اللي يكفي. وكده ما شاء الله بالظبط يبقى المنطقة دي عندي مترين، يعني طول في عرض كده مترين، المترين كفوا ما شاء الله. التغيير مطلوب برضو يا جماعة، بس في حدود طبعا اللي نقدر عليه. شايفين كده بقى كملنا الجزء ده. كنت بحاول احط مكنة الايس كريم هنا، وبعدين لقيتها لا شكلها مش لطيف هنا يعني، رجعها مكانها زي الاول. ايوه روحي جنب اخواتك، ايوه هنا كده. انا طبعا قلت لكم ان انا عايزه اجيب كوستر، كل مره اقول كده وبعدين بنسى ان انا اجيبه، بس لعله خير يعني مفيش مشكله. شايفين بعد ما ركبته كده بجد شكله حلو قوي ما شاء الله اللهم بارك. وكمان يعني انا حاسه ان الكاميرا ظلمه قوي بصراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.